ازاي تحول درسك ايا كانت الماده اللي انت بتدرسها لقصه مصوره وشيقه زي اللي هنشوفها النهارده. اول حاجه هنقف جوه جيميناي وهبدا اقول له فكره القصه. انا بقول له لو سمحت انا عاوز اكتب قصه عن الكسور او الفراكشنز ويكون في اسئله جواها. تمام. طيب بعد كده هبدا اقول له انتر وهطلب منه ان هو يكتب لي بقى قصه بتفاصيلها بكل حكاياتها. يلا هندوس انتر. دي ادي القصه وحط لي جواها الاسئله كده بقت كامله عندي. كل اللي هعمله ان هاخد القصه اللي كتبها لي دي بعد ما عجبتني خلاص تفاصيلها هعمل لها كوبي وهروح على جيمز واختار ستوري بوك واروح حاطط بقى بيست احط كل تفاصيل القصه اللي انا عملتها وابعتها له. دقيقتين بالكتير وهيكون عمل لي قصه مبهره زي ما هتشوفوها دلوقتي. زي ما انتم شايفين اخترع شخصيه وحط لها اسم وعمل صور. بصوا بقى واتفرجوا وممكن كمان اسمعها. باي ذا واي لو دوست على زرار الليسننج ده هيبدا يقولها والكلام ده ينفع عربي او انجلش. زي ما انتم شايفين قسم لي القصه لشابترز وكل شابتر او كل فصل بيحكي عن موضوع جواه مجموعه اسئله بيبدا الطلاب يقروها ويبداوا ان هم يتفاعلوا معاها. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه واشوفكم على خير. باي.